وين عم تتخبى ورا المخدة؟ تعال تعال فرجيني ايدك، فرجيهم ايدك، تعال تعال فرجيني ايدك. شايفين كيف طلعت له هون تقبيلة سخونة يا عمري؟ كانوا مريضين بس الحمد لله هلا صاروا احسن. شوفوا ليش ادم معصب، شايفين ايده؟ عندك بابا؟ عندك ماما يا عمري؟ وحتى هي شوف عم نحط له لزقات على ايديه مشان ما يمص اصبعته. عن جد ادم هذيك المره فرطني من الضحك، فنحن مو عم نحط له هي اللزقات. فاخر الشيء قال عصب وشدهم هيك من اصابعه وراح كبهم. قال لي خلص بح بابا، انا ما عندي بابا، مشان بس يحط اصبعه بتمه. ما عم بعرف كيف بدي بطل له هي العاده. هلا هو ما عم بيحط لما انا عم بحط له اللزقه، بس بعدين لما خلص بيدوج بيشدهم وبيكبهم وبيرجع بيحطهم. شوفوا عم يحاول يشيلهم. لا 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 ما تشيلهم. طبعا هدول المخدات يعني يمكن بنزلوهم على الارض اكثر من 10 مرات باليوم. المهم حبايب قلبي طمنوني عنكم انتم شو عاملين. بتعرفوا انا اليوم من الصبح جاء على بالي هذا الحلو اللي كنا ناكله نحن وصغار اللي اسمه جوز الهندي، عرفتوها؟ شو قلت لحالي انه انا بدي اسويها بالبيت، يعني حابه انه انا اللي اعملها. بس هلا طلعت على الاغراض اللي عندي بالبيت لازمني كم شغله، فهلا بدي اجهز حالي وانزل اشتري الاغراض لحتى اعمل حلا جوز الهند. وكمان حابه اشارككم بهذا الشيء واقضي هذا اليوم معكم. بس حبايب قلبي قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه اذا ما لكم مشتركين، ويلا نبلش. اهم شيء بدي اجيب ورق زبده لحتى نضع على الصينيه، لانه جوز الهند لازم نحط عليهم ورق زبده، ما بيصير نحطهم على الصينيه مباشره. بس هو الحلو بالموضوع انه السوبر ماركت كثير قريب علي، يعني بسرعه بوصل. المشكلة بس لقيت من هذا الجوز الهند بس حسيته شايفين شوي خشن ورطب كتير، فما بعرف اذا هذا بيمشي حاله ولا لا. اشتريت الاغراض على السريع وهلا راجع على البيت، بس حاولت كتير ادور على جوز هند تاني بصراحة ما لقيت. بعدين خلص فقدت الامل، قلت خليني اخذه واجربه. هلا هو ظريف يعني مبين عليه، بس انه مو لقيته هيك رطب كتير وخشن، فخفت انه ما يمشي الحال. بس عادي هلا بنجرب ما لنا خسرانين. شوفوا الجروب كله قاعد. انا جيت. ماما شو عم تعملوا؟ عم نلعب. دخيل قلبكم انا. لك انت ليش حاطط اصبعتك بتمك؟ شيلها مو قلت لك بقى؟ هلا انا جهزت كل الاغراض لحتى اعمل حلا جوز الهند، لانه لازم اسويها ونحطها بالبراد اقل شيء 4 ساعات. اول شيء حطيت هون 2 وربع كاس سكر ناعم، يعني سكر مطحون، وهون 2 كاس من جوز الهند، وكمان عندي هون 4 بيضات، بس هدول بس رح ناخذ البياض ما رح ناخذ الصفار. وعندي هي بصراحه لسه ما استعملتها على اساس انه هي لازم تفصل البياض عن الصفار، فهلا بدي اجربها واشوف كيف يعني رح تفصلهم. بس نحن اول شيء بنحط بياض البيض مع السكر. اوه والله حلوه ظريفه فصلتهم، عرفتوا؟ لازم نخفق بياض البيض مع السكر، اخر شيء بنضيف جوز الهند. هلا بعد ما حطيت هون بياض البيض راح احط سكر البودره. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هدول عادي فيكم تخفقوهم، بس لما بنحط جوز الهند لازم بس بالمعلقه نحرك، صار قوامه كتير منيح. هلا بنضيف الجوز الهند. انا بالعاده لما بسويها بكون جوز الهند ناعم اكثر وناشف اكثر، عرفتوا؟ بس يلا بنجرب لنشوف كيف رح تطلع. طبعا ما تطلعوا على المطبخ اي قاعد، انا كنت عم بطبخ، يعني اولادي بحبوا هاي الاكله حب مو طبيعي. بس لضحككم من يومين كنت عامله فاصوليا، بس الفاصوليا الحب، عرفتوا؟ خلصت صار لهم فاصوليا طويله. سويتها على السريع وعملت جنبها رز لحتى نتغدى. هلا صارت جاهزه، بس بدي اسكبها بدنا ناكل برا لانه الجو حلو. صارين عم نحب ناكل برا. بتشهي الفاصوليا. يلا ماما انا جعت. يلا يا عمري مريتا جاعت الحلوه جاعت. هدري شو تعملي؟ شو رايك تساعديني؟ خدي هاد حطيه برا، امسكيه منيح
يلا حطيه برا صحن الخضراء وتعالي خدي الصحون. اوكي ماري؟ خيل قلبي انا طبعا لسه الجوز الهند هو بالبراد محطوط، عم بتركه اكثر لانه كل ما تركناه اكثر بيطلع اطيب. بس اذا بتعملوه قبل بيوم بالليل مثلا وبتحطوه بالبراد وثاني يوم تخبزوه بيطلع ظريف كثير. بس يعني 4-5 ساعات تمام. هلا لبين ما ناكل ونضبط شوي اخر شيء بخبز الجوز الهند بالفرن. متحمسه بصراحه لانه قلت لكم اليوم من الصبح جاي على بالي هي جوز الهند اكلها. معناتها من هلا تحمست. رشي شويه فلفل هلا بسلك بس يبرد شوي لانه كثير الاكل سخن. اوكي احلى شيء الاولاد بيلعبوا هون، نحن بنقعد هون، كل ما بدنا اياه هون. يلا تعالوا تعال اليكس يلا. بدك تاكل؟ اوكي مو جوعان. والله عليكم تشوفوا لي الرز يلي بشهي. بدك اعمل لهم اخلطه ولا جنبك؟ جنبك. ما بتحب اخلط للفاصوليه مع الرز. حط لك مرقه كمان. ماما شوفي قالك عم واقفة على الطريق. اتركيه ماما عم يلعب مع رفقاته. بس ثانيا شوي يبردوا لانه كثير سخن. خافي عليه دخيل قلبك خافي على اخوه. يلا استنيها تبرد لانه سخنه كثير. اوكي هلا بعد ما اكلنا وضبضبنا وخلصنا اجا دور الشيء المنتظر يلي من الصبح جاي على بالي اكله ولهلا ما خلص. لازم بدي اخبز جوز الهند. طبعا انا شغلت الفرن بس بتعرفوا حسيت انه القوام كثير رطب، يعني ما لازم هيك يكون بصراحه. يمكن من جوز الهند او يمكن اذا خليتها لبكره بتطلع احسن، بس ما عاد اقدر بدي يعني خلص بدي اخبزها. شايفين يعني ما عم تتكور معي بشكل سهل، فانا شو عم بعمل؟ عم بعملها هيك بشكل دائري، عم حطها هيك بعدين بحطها بالفرن. ليمي واقف هون عم يتفرج علي. اعمل لك ننه، سوي لك اكله طيبه يا ماما. خيل قلبكم انا. هلا بدي احط الصينيه بالفرن وان شاء الله تزبط. شايفين كم قطعه طلعت؟ بسم الله يا رب تزبط. لانه ما بعرف عندي احساس انه ما رح تنجح كثير لانه كثير خفيفه حسيتها. طبعا انا شغلت الفرن بس من تحت، من فوق ما شغلت. رح اخلي هلا الصينيه تقريبا 10 دقائق ربع ساعه، بعدين بطفي تحت وبنأمرها على الوش. بس لنشوف كيف رح تطلع. يا جماعه اما شو حلا جوز هند طلع، بجنن ولا الامانه ما طلع بجنن. ولو تعرفوا شو صار انا فرطت من الضحك والله العظيم. ما صورت لكم لانه بصراحه انه منظر ما بينشاف بصراحه. بعد ما حطيتهم بالصينيه وحطيتهم بالفرن صار مدري شو يطلع مثل مي ورغوه حوالين قطع جوز الهند، وعن جد انا ما في غير اضحك من المنظر. بس واخيرا يعني طلع جوز الهند، الف الحمد لله. بس افرجيكم شكله. شايفين هدول هن القطع، والف الحمد لله انه طلعوا يعني شكلهم ما بو شيء، لانه بصراحه كثير بضحك كان منظرهم لما كانوا بالصينيه. يعني حتى تخيلوا انه لزق على ورق الزبده بالزور لحتى طلع معي، ومن تحت شوفوا كيف لحقته على اخر نفس كان راح يحترق. بس يعني شكلهم كيوت. خليني ادوق هلا. اقسم بالله طيبين والله العظيم كثير طيبين. هلا بجوز تفكروا صارت هيك لانه ما تركتها لبكره، بس ما لها علاقه. لانه انا اولا تركتها تقريبا 5 ساعات، وفي منهم بيسووها ودغري بيخبزوها بالفرن، يعني حتى ما بيخلوها. عرفتوا؟ بس المشكله من جوز الهند انا عرفت من الصبح لما اشتريته، قلت لكم احتمال ما تصير. بس المهم الطعم بجنن على فكره، وحتى طعمتها اطيب من جوز الهند اللي كنت اجيبه اللي بيكون ناشف. يعني كطعم كتير طيب بصراحة، بس بيعذب بالفرن وهيك. بس المهم انه سويت جوز الهند واكلت وفضيت الشهوة. وهلا هيك حبايب قلبي بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا وتسليتوا معي اليوم، وانا كمان كثير انبسطت انه قضيت هذا اليوم معكم. بس حبايب قلبي قبل ما اختم الفيديو ما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة اذا مالكم مشتركين، وكمان اعملوا شير لرفقاتكم لحتى يشتركوا بقناتي. بحبكم كثير وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. سلام.